السلام عليكم متابعي شيوة حليمة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم فطائر كيجيو لذاذ بزاف بواحد العجين اللي كيجي خفيف وقطني بواحد الحشوه لذيذه بزاف وفي نفس الوقت اقتصاديه. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للحشوه عندي بصله مشلضه رقيقه بهذا الشكل، فلفله خضراء مقطعه مكعبات، يمكن لكم تستعملوا حتى الفلفله الحمراء والصفراء الا كانت متوفره، خيزو محكوك، قرعه خضراء محكوكه. غادي نزيد واحد جوج دروز ديال الثومه محكوكين، غادي نزيد شويه ديال الملحه، زيت الزيتون، وغادي نخلط هاد الخضر باش يمتزجوا مع بعضهم، وكنخليهم يتشحروا على نار اللي كتكون عاليه باش هكا هاد الخضر كيطيبوا لنا وكيجيونا ناشفين من الماء ديالهم. هنا كما كتشوفوا الخضره من بعد ما طابت وكما كتشوفوا راه ناشفه من الماء، ضروري نجهدوا النار باش كتنشف لنا هاد الخضره من الماء. دابا غادي نزيد الكفته، والكميه نتاع الكفته كتبقى على حسب الرغبه ديالكم. غادي نزيد القزبر والمعدنوس، معلقه صغيره ديال مركز الطماطم، الابزار، الخرقوم البلدي، سكينجبير، غادي نزيد معلقه صغيره ديال التحميره، صافي. غادي نحاول نفرتت هاد الكفته هذه باش كتندمج مع الحشوه، وكنخليها طيب حتى كطيب لنا هاد الكفته. هنا كما كتشوفوا من بعد ما طابت الكفته، دابا غادي نزيد واحد جوج قطع ديال الجبن المثلث، غادي نزيد شويه ديال الجبن الاحمر محكوك، وغادي نخلط هذا الجبن هذا باش كيذوب وكيندمج مع الحشوه. صافي غير كيذوب الجبن كنطفي النار وكنخلي الحشوه تبرد. بالنسبه لمكونات العجين، هنا عندي كاس ديال الحليب اللي تيكون دافي، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، معلقه اللي كتكون ممسوحه، معلقه كبيره ديال سنيده. غادي نخلط هاد السنيده والخميره حتى كيذوبوا، نخلطوهم مزيان حتى يذوبوا. غادي نزيد 4 كاس ديال الزيت، سواء زيت المائده او زيت الزيتون. غادي نزيد بياض بيضه، هنا غادي نفصل الصفر عن البياض، غادي نضيف بياض بيضه، والصفر غادي نحتفظ به للتزيين باش غادي ندهن به الفطائر. غادي نخلط هاد بياض بيضه حتى يندمج مع العناصر الاخرى. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج، غادي نضيف شويه ديال الملحه،
كنضيف الدقيق وانا كنخلط في العجين حتى كنحصل على واحد العجينه اللي كتكون رطبه وشويه كتلتصق في اليدين. ما خصهاش العجينه تكون قاصحه نهائيا. صافي هنا كما كتشوفوا في الاول كنخلط بشي ملعقه، ومن بعد غادي نبدا نجمعها بيدي. ملي كتقصح العجينه غادي نبدا نجمعها بيدي كما كتشوفوا هنا. من بعد ما جمعت العجينه والعجينه راه رطبه كتلتصق شويه في اليدين، دابا غادي نغطيها ونخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها، ونتلاقاو باش غادي نشكلوها. هنا العجينه من بعد ما خمرات، من بعد ما تضاعف الحجم ديالها، غادي نخرج من هذاك الهواء اللي تشكل فيها، وغادي نوضعها فوق سطح العمل اللي تيكون مرشوش بالدقيق لان العجينه رطبه باش ما تلتصقليش. هنا كنشكلها على شكل حربول باش من بعد غادي نقطعها القطع. هنا غادي نبدا نقطع في الحربول القطع. هنا من بعد ما قطعت داك الحربول القطع، دابا غادي نشكلوا الكرات اللي نحاول نديرهم متساويين. الا كان عندكم الميزان من الافضل تستعملوه باش كيجيكم قد قد. هنا من بعد ما شكلت ديك العجينه اللي عندي الكرات، هنا خرجت لي 12 الكره، غادي نوضعهم في شي صينيه اللي كتكون مرشوشه بالدقيق، ومن بعد غادي نبدا نبسط فيهم مباشره، ما غاديش نخليهم يرتاحوا. هنا كناخذ كره من العجين وكنرش بالدقيق وكنبدا نبسط فيها بالمدلك بهذا الشكل. كنبسط فيها حتى تولي رقيقه على شكل طولي. هنا غادي ندهن الجوانب نتاع العجين بالماء هكا باش كنضمنوا ان الفطائر ديالنا ملي كندخلوهم للفران كيكونوا التصقوا مزيان باش ما كيتحلولناش. هنا كنوضع كميه من الحشوه في الوسط، وضروري هاد الحشوه تكون بارده مزيان وتكون ناشفه من الماء، لان الا كان فيها الماء غادي تبقى تخرج لنا من الفطائر وكيضيع الشكل ديالهم. هنا غادي نغطي الحشوه بهذا الشكل وكنضغط على الجوانب باش كيتسدوا مزيان. تناخذ القطعه نتاع البيتزا وكنقطعها داك الزائد، العجين الزائد بهذا الشكل ما كنوصلوش للحشوه، كنقطعوا غير داك العجين الزائد. وكناخذوا شي فرشيطه وكنضغطوا على الجوانب نتاع العجين بهذا الشكل. وهنا الشكل ديالهم. وهنا غادي نوضعها في صفيحه اللي كتدخل الفرن اللي مرشوش اللي ما مفرشه بورق المطبخ، وكنستمر بنفس الطريقه. من بعد ما سرحت العجينه كندهن الجوانب بالماء
كنوضع كميه من الحشوه في الوسط بهذا الشكل. كنغطي بالطرف الاخر من العجين وكنضغط على الجوانب، وكنقطع بالقطاعه نتاع البيتزا العجين الزائد، وكنضغط بالفرشيطه على الجوانب نتاع العجين. صافي، وكنوضعها في الصفيحه اللي كتدخل الفران. هنا من بعد ما كملت ديك الكميه كلها اللي عندي، هنا عندي اصفر بيضه داك اللي حطها في الطبيخ، غادي نزيد عليه شويه ديال الحليب، وغادي نزيد عليه الصوجه، وكندهن الفطائر كندهنهم مزيان باش كنحصلوا على واحد اللون اللي تيكون ذهبي. صافي نستمر بحال هكا حتى كندهنهم كاملين. هنا من بعد ما دهنت الفطائر، دابا غادي نزينهم بالخشخاش. يمكن لكم تزينوهم بالخشخاش او الزنجلان على حسب الرغبه ديالكم. هنا من بعد ما كملت التزيين ديالهم، غادي ندخلهم الفران اللي كيكون مسخن من قبل. ملي كنبغي ندخلهم كندير النار اللي كتكون مهيله، وكنخليهم يطيبوا على خاطرهم حتى كيبانوا لي طابوا من التحت. من بعد كنشعل النار من الفوق وكنخليهم يتحمر الوجه ديالهم. ملي يطيبوا نتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. وهنا الشكل النهائي ديالهم كيجيو اكثر من رائعين، كيجيو لذاذ بزاف، والعجينه كتجي خفيفه وقطنيه. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. وإلا عجبكم المحتوى اللي كنقدم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله مع وصفه جديده.